لما انا هون اخذت الخصله ونكشتها، بعد النكش بخسر كمان هالتغسيل هاي. طيب بكون انا ورقه السلوفان او ورقه الفويل حطيت الماده اللي هو باودر والاكسجين. تمام. بجي بحط، اذا انا ماني قالبه بدك تقلبي هيك مجهزتي الورق هيك، اذا لا هيك تعمليها هيك وتحطي عليها التغسيله هاي. ايوه. بس تتاكدي انه هون اهم شيء، شوفي لما فرقتيها تشديها. ايوه شدية تمام تمام، يعني شايفة. أيوة. حاخدها وارجع الزقها لفوق. مم. بدي هي هون العملية لحالها. طيب أيوة. لما انا جيت حطيت هون، حطيت الخصلة هيك، حطيتها هيك، حطيت دهنت المادة. ايوه. طيب وبعدين طيب دهن المادة هون حيكون، انا هون حطيت، حيكون الفرشة لما بدي اجي انا احط الفرشة. أيوة. بدي احط الفرشة واحط هون من الوسط. من الوسط. أيوة. ما بحط الفرشة هون أيوة. ابدا نهائيا، مشان ما يصير عندي تاتش اورنج. حتى الشعر المنكش حيطلع لي تاتش اورنج. أيوة. عرفتي كيف؟ عرفت. بهالحالة هاي ايش اللي بعمله؟ بهالحالة انه بحط شوي هون، بطلع شوي شوي الفرشة انا عاملة هيك. طيب أيوة. حتى هون ممكن اعمل ادهن الفرشة هيك، بس بطلع لفوق وانا بشكل عمودي. أيوة. عم بدهن الفرشة. ايوه بحطها هيك، سحبته. بعد ما بغلقه هيك بشكل جيد. شوفي اذا انا بدي اشيك على الخل، شوفي من فوق، شايفه هاي راح انزلها مشان اضمن انه يصير ما عندي تسريب للماده تماما. احبس الماده، بفضي الهواء تماما منه. تمام. أيوة. فضيت الهواء. ابدا ما بحبس الخصله هون حبس، بحاول قدر الامكان ما احبسها. طيب بفضي الهواء، بعدين بقسم التقسيمه بالمشط نفسه اللي انا عم بستخدمه، بعدين بقلبه بهذا الشكل. طيب كمان التقسيمه هون نفسه بقلبه بهذا الشكل. بعدين بعمل له هون حبسه بسيطه، حبسه بسيطه. بهالحاله انا حبست الشعر كله. ايوه. وما بس الخصله ما الخصلة بتنزل تماما. تمام. بس كده تكون جاهزة. ايوه. كيف الخطوه هيك يا نجلاء؟ تمام. ايه لا كلها تمام. ايوه.